بيان رسمي: حريق مديرية أمن الإسماعيلية وتفاصيل الحادث وأعداد المصابين. قبل أن أخوض في تفاصيل الخبر، أود أن أشكركم أصدقائي على التفاعل على الفيديوهات وتشجيعكم لنا. فضلا وليس أمرا، اضغط لايك ثم اضغط على زر المشاركة ليصلك كل ما هو جديد. بتاريخ اليوم الاثنين، صدر بيان رسمي من النائب العام المصري يكشف تفاصيل حادث الحريق الذي وقع في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية. وفي هذا السياق، أفاد البيان بأن النيابة العامة تلقت إخطارا في 4:30 فجرا بنشوب حريق في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية. استجابة لهذا الإخطار، انتقل المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية بالإضافة إلى فريق من نيابته ونيابة الإسماعيلية الكلية إلى موقع الحادث في شارع محمد علي بدائرة قسم أول الإسماعيلية لتفقد الأمر. وأفاد البيان أن عملية التفقد أظهرت تفحم المبنى بالكامل وتصاعد ألسنة اللهب من الطوابق العليا. وتابع البيان بأن رجال الإطفاء والحماية المدنية بالإضافة إلى القوات المسلحة واستخدام طائراتها عملوا جاهدين على السيطرة على الحريق وإخماده، كما تم تنفيذ عمليات إجلاء للمصابين باستخدام سيارات الإسعاف المتاحة في موقع الحادث. وأعلن البيان أن فريقا من المحققين تم تشكيله للتحقيق في الحادث، وتم استجواب 33 مصابا، حيث تم نقل 29 منهم إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية والأربعة الآخرين إلى مستشفى هيئة قناة السويس. وأكد البيان أن التحقيقات لا تزال مستمرة في هذا الصدد. وفي سياق متصل، أوعز اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتشكيل لجنة من الاستشاريين لتحديد أسباب الحريق ومراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته في أقرب وقت ممكن. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية لاستقبال أي مصابين نتيجة للحادث. وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن 50 سيارة إسعاف مجهزة تم إرسالها على الفور إلى موقع الحريق. وأكدت واصطفاف الوزارة مع الجهات المعنية لتقديم الدعم الطبي اللازم للمصابين وتأمين الرعاية الصحية اللازمة لهم. وتعهد البيان الرسمي بأن الجهود ستستمر للتحقيق في أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات المحتملة، وأن العدالة ستأخذ مجراها بحق أي شخص مسبب للحريق نتيجة للإهمال أو الخطأ. وفي ختام البيان، أعرب النائب العام عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين. كما أشاد بجهود فرق الإطفاء والحماية المدنية والقوات المسلحة في التعامل الفوري مع الحادث ومحاولة إنقاذ الأرواح وإخماد الحريق. وبذلك تم إصدار البيان الرسمي لتوضيح تفاصيل حادث الحريق في مديرية أمن الإسماعيلية وتأكيد التحقيقات الجارية والجهود المبذولة للتعامل مع الحادث ومعالجة تبعاته. وفي النهاية، ندعو للمصابين بالشفاء العاجل، وندعو الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء وضرر. فضلا وليس أمرا، أضغط لايك وتعليق فقط، وأبعت هذا الفيديو ل3 أصدقاء عندك لتدعمنا ويصلك كل جديد.